اللي بيتقال عن مباراة الأهلي وفلومينينزي النهارده يعني؟ والله يا كابتن، كل الاخبار وكل اللي بيتقال ان يعني النادي الاهلي هو الاقرب للتاهل. يعني الفريق البرازيلي عامل حساب كبير جدا للنادي الاهلي فلومينينزي. يمكن احنا النهارده كنا في المؤتمر الصحفي واتكلمنا في موضوع ارتفاع معدل اعمار اللعيبه، والمدير الفني ذات نفسه بتاعهم اكد ان ممكن يبقى في ارتفاع في اعمار اللعيبه، لكن في النهايه هو بيمتلك لعيبه وبيضم لعيبه بتمتلك كثير من الخبرات زي فيليب ميلو، زي مارسيلو، وزي كينو اللي كان عنده تجربه في الدوري المصري قبل كده مع بيراميدز. وكمان في المؤتمر الصحفي كينو كان موجود وقال ان انا بعرف النادي الاهلي كويس جدا، وعارف ان هو لعيبته شرسه للغايه ولعيبته ما بتستسلمش بسهوله. يعني الناس مديه النادي الاهلي حجمها الطبيعي، الناس مديه الاهلي وعارفه حجم النادي الاهلي وعارفه ازاي قيمه النادي الاهلي. انا من التركيز الكبير جدا يا كابتن يعني سيطرت على لعيبه النادي الاهلي، وكمان يعني في دعم كبير جدا من كل جمهور واساطير النادي الاهلي هنا. يعني من مقدمتهم طبعا الكابتن الاسطوري حسن حمدي اللي كان حريص على التواجد النهارده، كابتن جمال في المران الختامي للفريق، ومن اجل يعني دعم اللعيبه، خاصه ان احنا عارفين ان دي اخر نسخه من كاس العالم في شكلها الحالي، وبعد كده البطوله هتبقى صعبه جدا ومشاركه عدد كبير جدا من الانديه بدايه من 2025. دي اقرب فرصه للنادي الاهلي للتاهل للمباراه النهائيه، فبالتالي كل التركيز وكل الكلام بيقول ان الاهلي باذن الله ان شاء الله هيبقى على قدر المسؤوليه وهيستغل الدفعه المعنويه الكبيره اللي حصل عليها في ماتش اتحاد جده من اجل استكمال المشوار والتاهل للمباراه النهائيه باذن الله ان شاء الله. الناس مصدقه ان الاهلي ممكن يصل الى نهائي البطوله السنه دي؟ كل المؤشرات بتاكد ذلك كابتن، خاصه في ظل ان انت كنت بتلعب مع فريق اتحاد جده، فريق مميز للغايه، بتكون مجموعه مميزه جدا من اللعيبه، على موجود كريم بنزيما، موجود نجولو كانتي، موجود فابينيو، موجود رومارينيو، كلها لعيبه كبيره جدا وفريق تحس ان هو اوروبي مش فريق عربي، خاصه في ظل التدعيمات القويه جدا اللي ضمت الفريق. فبالتالي الاهلي ظهر بشكل قوي واحرج فريق اتحاد جده. ليه لا يا كابتن ان انت تصدق احيانا ان انت تقدر توصل للمباراه النهائيه، خاصه ان انت عندك القدره على ده في ظل فوقان اللعيبه، حاله الفوقان اللي عايش فيها النادي الاهلي لازم يستغلها بشكل كبير جدا يا كابتن من اجل الحصول الضغط بتاعه، خاصه ان مفيش مستحيل زي ما احنا قلنا يا كابتن في الكوره، والفريق البرازيلي ما يخوفش للدرجه اللي احنا نتخيلها. يعني هو مثلا فريق برازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس، لكن كلنا احنا عارفين ان ابرز اللعيبه البرازيليه حاليا او لعيبه امريكا اللاتينيه يا كابتن منتخب النجوم البارزه والنجوم الموهوبه كلها في اوروبا مش موجوده حاليا في القاره اللاتينيه. فبالتالي احنا نثق في قدراتنا ونثق في قيمتنا، الناس بتدينا حجمنا الكبير والناس عامله لنا حساب بشكل كبير جدا.